هل هو سوء حظ أم هي دعوات من العرب المسلمين رفعت إلى السماء ووصلت إلى الله، وتمت الاستجابة بخسارة منتخب راعي المثلية والشذوذ المنتخب الألماني؟ كشفت ردود الأفعال في العالم الافتراضي تراجعا مخيفا بشعبية المنتخب الألماني على الأقل في الشرق الأوسط بعد الخروج من نهائيات كأس العالم بالاكتفاء بالتمثيل في الدور الأول فقط وللمرة الثانية على التوالي بعد المشاركة المأساوية في روسيا 2018. وتسابق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية للتعبير عن فرحتهم بخيبة الألمان، فيما تعرف بين مواليد الألفية الجديدة بظاهرة الشماتة الكروية ردا على ما وصف بغطرسة منتخب الماكينات برسائله الاحتجاجية على قوانين وقواعد مونديال قطر التي رفضت الترويج للمثليين الشواذ على أرضها. وكانت صدمة العرب الأولى في الموقف الألماني بما فعله اللاعبون قبل بداية مباراة اليابان بوضع أيديهم على أفواههم اعتراضا على منعهم من حمل شارة علم الرينبو. ومنذ تلك اللحظة بدأت تتراجع شعبية ألمانيا الطاغية في المنطقة العربية، تجلت في ردود الأفعال بعد هزيمة اليابان الأولى ثم بالانفجار العظيم بعد كارثة الخروج من دور المجموعات رغم الفوز على كوستاريكا برباعية مقابل 2. وأنهى المنتخب الألماني مشواره في المجموعة محتلا المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن المنتخب الإسباني الذي سقط ضحية أمام الساموراي الياباني في نفس توقيت مواجهة كوستاريكا المثيرة، ليسير الألمان على خطى إيطاليا بالخروج من الدور الأول مرتين على التوالي بعد التتويج بكأس العالم. المؤمن ليس بشامت، لكن ليعلم الجميع بأننا فرحين لدرجة السرور بعد خروج رعاة الشذوذ من مونديال العرب لكأس العالم.